اندلع حريق مهول في مركز بازار حفيظ الرحايا بمدينة مفتاح ولاية البليدة. الحريق اندلع في حدود الساعة 10:45 مساء، وأدى إلى خسائر مادية قدرت بأكثر من 30 مليار سنتيم دون تسجيل أي خسائر بشرية. الحماية المدنية تدخلت في الوقت المناسب للسيطرة على ألسنة اللهب، لكن الأضرار التي لحقت بالمحلات كانت كبيرة وأثرت بشكل مباشر على عشرات التجار. بازار حفيظ الرحايا يعد واحداً من أكبر المراكز التجارية المعروفة في المنطقة، ويشتهر بالعروض الترويجية والأسعار التنافسية التي تجذب الزبائن من مختلف ولايات الوطن. وقد ارتبط اسم السوق باسم مالكه المعروف، والذي لطالما كان محط اهتمام الزبائن، لكن دون أن تظهر له أي صورة معروفة على نطاق واسع. بعد حادثة الحريق تجدد الاهتمام بشخصية صاحب البازار، وبدأ العديد من المتابعين يتساءلون عن هويته، خاصة أن صورته نادرة أو غير منشورة علناً. مؤخراً ظهر حفيظ الرحايا، وهي الصورة التي ننقلها إليكم اليوم. يبقى حفيظ الرحايا أحد الأسماء البارزة في عالم التجارة الشعبية في الجزائر، وشخصية أثارت فضول الكثيرين، سواء بسبب نجاح مشروعه أو حتى أثناء احتراق البازار الخاص به. ربي يخلف عليه.